عائلة واحدة وسبعة أطباء. الدكتورة هدى فرحات، زوجها الدكتور أحمد فرحات، والأبناء الأطباء نجيب، سميرة، زينب، سارة وسحر. هذه هي عائلة فرحات في الحوش، التي يشكل أفرادها جميعهم حلقة من الأطباء المختصين باختصاصات مختلفة في طب الأسنان، باستثناء الوالد طبيب الصحة العامة، والدكتورة سحر المختصة بالأعصاب وعلاج داء الصرع. يؤكد أفراد العائلة أن عملهم متكامل، وأنهم يسندون بعضهم البعض لاستكمال مسيرتهم. كما تقول الأم الطبيبة هدى بأن الفضل يعود كله لله، لأهلها وأهل زوجها في توفيقها بتربية أبنائها. لما توفت والدتي، وللأسف التكريم بصير بعد الوفاة بهالبلد، كرمت، وبالكلمة اللي ألقيت بحفل تكريمها في كلمة علقت براسي، إنه أم إبراهيم علقت على حيط بيتها 9 دكتوراه و3 هندسي. فنحن بيت مادياً متواضع، علمياً كتير غني. كتير أنا بنسأل إنه كيف قدرتي حققتي هالنجاح بولادك؟ ما تعبت أبداً. أنا كنت مثل كل امرأة جنوبية، مثل كل أم جنوبية، ونحن كتير تعرضنا بحياتنا. أنا كنت مثل كل أم بكل بيت طموحة إنه تربي ولادها تربية صالحة، وتزرع فيهم إنه ما إلكن إلا علمكن، علمكن هو سلاحكن. نحن تربينا إنه الصبي بده يتعلم والبنت بدها تتعلم، ولهالأسباب أنا بتربيتي لأولادي ابني ما فرقته عن بناتي، وبناتي ما فرقتهم عن خيهم. كان عندي نفس التوجيه، وجهتهم بنفس الطريقة وبنفس النمط لحتى الحمد لله. ولما الولد بينجح بحياته أهله بيرتاحوا. يعني أنا بقول الحمد لله إنه مرتاحة جدا إنه أولادي واقفين على جريهم.